هذه مزرعة بقداش، وهي قرية كردية صغيرة في ريف جسر الشغور الشرقي في محافظة إدلب بالقرب من بلدة فريكة. عدد سكانها حوالي 500 شخص، كلهم كرد، لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف، بل يتكلمون العربية. يعملون بالزراعة وتربية الحيوانات. وهذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء منطقة جسر الشغور، وأنا أقولها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية في محافظة حسكة، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في جسر الشغور لغتهم الكردية، وأن يسموا أبناءهم بأسام كردية، فلغتنا هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في مزرعة بقداش.